أهلا وسهلا بكم معانا في قناة كودينج بايبل. في الفيديو ده أنا عايز أتكلم معاك عن الفورم ريكورد. دي ظهرت في أنجولار 14 مع ظهور التايبد والأنتايبد فورمز. تمام، فبالتالي عشان تعرف الفورم ريكورد لازم تعرف قصة التايبد والأنتايبد فورمز وتعرف إيه المشاكل اللي هتواجهك بما إن إحنا شغالين بتايبد فورمز. وبالمرة هنتعرف على حاجة اسمها النالبل والنون نالبل فورمز، هذه هنشوفها في آخر الفيديو. تمام. فتعالى دلوقتي نحكي القصه من اولها. القصه بدات بان واحد على الريبوزيتوري بتاع انجولار قال لهم يا جماعه الرياكتيف فورمز ار نوت سترونجلي تايبد، ودي حاجه مش حلوه ان احنا لما تيجي تستخدم فاليو تشينجز هنشوفها دلوقتي، او حتى تستخدم عامه الفورمس وهي ان تايبد. الموضوع مش حلو بصراحه، هو عنده حق. فاللي مش حلوه ليه؟ ان انت مثلا لما كنا نيجي نعمل اكسس على فورم كنترول كنا بنعمل مثلا دوت جيت، اوكي، وتيجي تكتب مثلا وليكن هقول ادرس. ممكن لو انت عايز تعمل حاجه تعمل اكسس لكنترول تاني داخل الفورم جروب بتاعت الادرس، ممكن تعمل كده عادي جدا تشتغل. المشكله معاك في حاجه زي كده ان انت بتعتمد على سترينج. السترينج دي مشكلتها ان انت ممكن تعمل حرف كابيتال او حرف سمول او العكس فتغلط، او السترينج ما تبقاش صح. فالمشكله هنا في ايه؟ المشكله هنا الكومبايلر مش هيعترض ومش هتلاقي اي ايرور في الكونسول كمان، وهتقعد تلف حوالين نفسك. انت بتبقى بتدخل حاجه جوه الفورم وتلاقي في النهايه اللي انت بتدخله الفورم مش ظاهر في الفورم فاليو في الاخر، وتقعد تلف حول نفسك كتير، وممكن تقعد يوم بحاله عشان تدور على المشكله وتلاقيها بالعافيه. تمام. فبصراحه فكره ان الفورم تبقى تايبد دي فكره مهمه جدا. طيب تعالى بقى اوريك ايه مميزات التايبد فورم. التايبد فورم مميزاتها ان انت لو جيت عملت هنا كنترولز دوت هتلاقي يجيب لك مقترحات ايه الكنترولز اللي موجوده. تمام. ومش بس كده، لو انت جيت عملت دوت فاليو هتلاقي ايه برضو الفاليوز نفسها اللي جوه يعني تاكسس على الفاليو بتاعت الكنترولز عادي جدا، هتلاقيها شغاله معاك عادي جدا، هو وستريت زي الفل كان عندك اوبجكت عادي جدا. دي حاجه ممتازه جدا. طيب ايه القصه اللي انا عايز احكيها لك على التايبد او الانتايبد فورمز؟ تعال نبدا واحد واحده كده. ناخد اول حاجه عندك هنا الفورم كنترولز. تمام. او ناخد فورم كنترول عاديه بسيطه جدا، وتعالى نشيل الديفولت فاليو ونشوف هو بيقراها ازاي. ده هو هنا قاريها على انها فورم كنترول اني. تمام. طب اوكي، دي كده معناها ايه؟ دي كده معناها ان هي ان تايبد، بدليل ان انا ممكن ادخل فيها اي قيمه، ممكن احط فيها نمبر، احط فيها سترينج زي ما انا عايز. في الحاله دي هي ان تايبد، والدليل على كده لو انا جيت كتبت هنا ان تايبد فورم كنترول وجيت دخلت على او التايب ده هنلاقيه ان هو عباره عن فورم كنترول اني. ولو شفت الان تايبد فورم جروب هتلاقيها برضو فورم جروب من النوع اني، وهكذا. طيب في سؤال هنا، هما ليه عاملين تايب مخصوص مسمينه ان تايبد فورم كنترول مثلا؟ وانا ممكن اعمل فورم كنترول واديها تايب اني، ما هو برضه ممكن اعمل نفس الفكره فورم جروب واديها اني، ومش شرط استخدم ان تايبد فورم جروب مثلا. ليه بقى هم عاملين تايبس الجديده دي؟ عاملينها بسبب باكورد كومباتيبلتي. يعني ايه؟ يعني انت لو عندك مشروع انجولار 13 وحبيت تحدثه لانجولار 14، تمام، هم تلقائي هيشيلوا لك كلمه فورم كنترول ويحطوا مكانها انتايبد فورم كنترول. هيلاقوك مثلا كاتب فورم جروب هيروحوا شايلينها ويحطوا لك انتايبد فورم جروب. حتى الفورم بيلدر هيشيلوه ويحطوا لك مكانه انتايبد فورم بيلدر. طيب ليه؟ ايه السبب؟ عشان هم لو سابوا لك الكلاسز زي ما هي مثلا فورم جروب او فورم بيلدر زي ما هم كده، هتستخدم الفورم جروب والفورم بيلدر بتوع انجلر 14. وزي ما هنشوف بعد شويه هيبقى في عندنا شويه ايرورز هتظهر في الكومبايلر اللي احنا المفترض نراعيها واحنا شغالين. فبالتالي لما تيجي تحدث لو سابوا لك كل حاجه زي ما هي، الكومبايلر بتاع انجلر 14 هيضرب لك ايرور في المشروع كله. تمام. فعشان هم ما يخلوش المشروع بتاعك يضرب ويبقى شغال برضو حتى بعد التحديث، فهم عملوا التايبس الجديده دي علشان بس ايه المشروع بتاعك ما يضربش. ودي معنى كلمه باكورد كومباتيبلتي، يعني التوافق مع الاصدارات القديمه. تمام كده. طيب هو امتى بيقرا التايب بتاعي؟ لو انا جيت دخلت هنا قيمه ديفولت بيقرا على طول التايب على انه سترينج او نل. تمام. طب هو انا حاط نل ليه؟ هنخلي موضوع النل والنلبل دي في الاخر خالص، بس عامه لو انت حابب ما تحطش نل خالص هتيجي تعمل هنا ايه نون نلبل ترو عادي جدا، فهيشيل لك النل. تمام. طيب ده بالنسبه للفورم كنترول. طب والفورم جروب؟ بما ان هو بياخد التايب بتاع الفورم عامه او اي فورم كنترول وات ايفر من الديفولت فاليو اللي احنا بنحطها، فبالتالي احنا هنا بنحط دايما هنا الاوبجكت ده
كديفولت فاليو للفورم جروب عشان نحط الفورم كنترولز، فده معناه ان هو بيقرا او التايب بتاع الفورم هيبقى هو بالظبط احنا ايه كاتبينه هنا في الفورم في الفورم جروب. ولو جينا وقفنا هنا عليها هنلاقي ايه كاتب لك التايب بتاعها ان هي ايميل مثلا من فورم كنترول سترينج اور نال وهكذا. تمام. طيب بالنسبه للفورم اري لو جيت وقفت هتلاقيها نيفر. طب نيفر ليه؟ عشان انت هنا مش حاطط تايب محدد للاري دي. فانت ممكن تيجي تعمل هنا نيو فورم كنترول مثلا كده. اوكي، في الحاله دي هياخد التايب بتاعها يعني ان هي فورم كنترول سترينج اور نال. لو انت بقى مش عايز تحط قيمه ديفولت هنا في الاري، فبالتالي انت هتيجي تعمل كده هنا تحط مثلا فورم كنترول اوكي سترينج مثلا. وهنا لو انت مش عايز نل عادي ممكن ما تحطهاش وهو هيقراها لك ان هي من غير النل. طيب في هنا بقى ملحوظه مهمه، بما ان هو بياخد التايب من القيمه الديفولت اللي بنحطها، فانت لو جيت ما حددتش مثلا التايب هنا وجيت حطيت هنا كده النل، دي بقى كارثه. عارف ليه؟ المشكله هنا ان هو هيقرا التايب على ان هو بنل بس. ده معناه ايه؟ ده معناه ان انت لو جيت هنا تدخل مثلا او تعمل set value اوكي باي قيمه مش هيقبلها لك. ليه؟ اصل انت محدد له ان هو نل بس. فده معناه هتبقى واقف دايما انك انت لازم تدخل نل. فلو انت عايز تحط قيمه ديفولت كنل بالطريقه دي يبقى لازم تحدد التايب هنا. ماشي، تحط هنا كمان string اور نل. تمام، تاخد بالك من النقطه دي. طيب احنا دلوقتي فهمنا القصه وفهمنا ان هو ازاي بيقرا التايب والكلام ده كله، وعرفنا ازاي بنحدد التايب. تمام، مفيش مشكله. بس ايه بقى المشكله اللي عندي هنا؟ المشكله بقى هنا ان الموضوع بقى اقل مرونه. طب اقل مرونه في ايه؟ اقل مرونه في اضافه كنترول او انك تحذف كنترول ماشي بشكل اوتوماتيك او بناء على كونديشن معينه. ازاي يعني؟ انا هنا مثلا لو حبيت اضيف كنترول جديده ماشي، هو انا حاطط نيم مثلا، النيم مش موجود عندي زي ما انت شايف ضارب ايرور. ليه؟ اصل النيم ده مش موجود عندي هنا، مش من ضمن التايب اللي معايا. طب افرض انا عايز اخليها دايناميك عادي، هتضطر انك تحطها فوق، هتحطها في التايب هنا عادي جدا. المشكله بقى الثانيه ان انت لو حبيت مثلا هفترض جدلا ان انت عايز تعمل ريموف للايميل واد للايميل بشكل اوتوماتيك او بناء على كونديشن معينه. فهتيجي مثلا هنقول الاول انا هعمل this دوت فورم دوت ريموف اوكي، خليها ايميل، مش هيرضى. لكن لو حبيت تعمل اد كنترول للايميل عادي هيقبلها. تمام، وهيقبلها على انك انت عامل فورم كنترول كسترنج. لو حبيت تحط اي حاجه تانية غير السترنج هيديك ايرور. دي فكره برضو التايب اللي هي فكره التايب هنا تخفف عليك شويه بعض الاخطاء، بس لازم تبقى انت عارف انت بتعمل ايه علشان تعرف تستخدمها صح. طيب هحل ازاي دي؟ طب انا عندي هنا الايميل عايز اشيله واحطه، طب هشيله ازاي؟ في الحاله دي لازم تعمله اوبشنال. يعني ايه؟ يعني عايزك تحط في التايب علامه الاستفهام. فما انت ما تجيش بقى تفكر تروح عامل كده هنا، لا، كده هيدي لك ايرور على طول. ليه؟ لان الاوبجكت ده هنا مش تايب، ده اوبجكت فعلي، ده فاليو اوبجكت موجود في الميموري. فانت مش هينفع جوه الفاليو اوبجكت تقول له ان ده هيبقى اوبشنال ولا لا. انت اصلا حاطه، يعني انت حاطط الايميل كفاليو جوه الاوبجكت، فانت ما ينفعش تقول له اصل ده اوبشنال. فاليو اوبشنال ازاي؟ انت حاططها خلاص. تمام، فانت لازم تحدد له في التايب انه اوبشنال. فده معناه ايه؟ ده معناه ان انا عايز احط هنا تايب. طب هنعمل ايه بقى في الحاله دي؟ الناس بتيجي تعمل هنا كده انترفيس، هنقول مثلا يوزر فورم جروب مثلا اوكي، وهنيجي هنا نكتب الايميل، مش هيبقى سترينج، هيبقى فورم كنترول من نوع سترينج. ولما نيجي نطبقه هيدينا ايرور وهقول لك ليه بعدين. تمام، وتعالى هنا ممكن نعمل كده مثلا هنعمل انترفيس تانية، انترفيس ادرس فورم جروب، وهخليه يعمل لنا الادرس فورم جروب ويكمل لنا هنا ايه الادرس والسكيلز اوكي بالطريقه دي. وهنيجي تحت هنا هنقول له هنا ايرور، عملت حاجه غلط المفترض ده كده غلط، المفترض تبقى فوق الكومبوننت، مش مشكله. تمام، ايه الايرور اللي عندي هنا ده؟ اوكي دي غلط لان دي مفترض تبقى فورم جروب من نوع ادرس فورم جروب. تمام. طيب هنا اوكي هو تمام، بس هنا مديني ايرور. الايرور ده معناه او بيقول لك ان هو المفترض الفورم جروب دي نون نالبل، يعني لازم يبقى التايب سترينج ونل او حاجه مع نل. وانا هنا محدد له فوق ان هي
string بس، فاحنا هنضطر نيجي نعمل هنا ايه النل. تمام، ما تقلقش من موضوع النل دلوقتي، لسه ايه هيجي وقته وهقول لك هنعمل فيه ايه. تمام، في الحاله دي ايه اشتغل معانا عادي جدا. هي نفس المشكله في السكيلز، هتبقى مشكله عندك في النل، هتضطر ان انت كمان تيجي هنا في الفورم اري. لا احنا هنا عشان هنا تحت النل او عاملها مش كده. تمام اوكي، احنا قلنا ان احنا محتاجين نخلي الايميل اوبشنال، فهاجي هنا هعمل علامه الاستفهام على ان هي اوبشنال، وهتلاحظ ايه الايرور راح من على الفورم كنترول. في الحاله دي بقى انت بقيت قادر انك تعمل ريموف للكنترول للايميل وتحطه تاني بشكل دايناميك بناء على كونديشن وات ايفر انت هتحددها ازاي. وفي نفس الوقت انت عندك الفورم جروب تايبد، يعني لو جيت انا هنا وجيت عملت this دوت مثلا form دوت value دوت، هلاقي الايميل موجود عندي مفيش مشكله. ولكن برضو ما زال الموضوع مش فليكسبل قوي، لان انا برضو ما عنديش الاوبشن ان انا احط يعني كنترول مش موجوده، واخد بالك، من غير ما احطها جوه الفورم جروب هنا، او احطها على الاقل في التايب فوق. يعني لو جيت هنا حطيت التايب نيم بالطريقه دي وعملت اوبشنال، الايرور اللي تحت هيروح. هتقول طب وايه المشكله يعني عادي، ما انا مش ما انا ممكن اعمل كده وخلاص يعني. لا بس اقول لك في كيس معينه الكلام ده مش هيبقى موجود فيها. ازاي بقى؟ في كيسز بنبقى نخلي اليوزر بيضيف فورم كنترول باسم مش موجود اصلا، باسم انت ما تعرفش او مش عامل حسابه في الكود بتاعك. تمام، ممكن اصلا يقول لك ده احنا هنعمل بلجن بحيث ان انا هدي لك مواصفات الفورم من الباك اند، وانت تعمل الفورم او تعمل الفورم عندك بيها، بتبقى انت مش عارف اصلا اسامي الفورم كنترول ايه اللي جايه لك من الباك اند. طيب في الحاله دي هنعمل ايه؟ قال لك قدامك اوبشن من الاثنين، يا اما انت هتستخدم الانتايبد فورم عادي جدا مفيش اي مشكله، نرجع لقديمه يعني، او في انك انت اوبشن تاني انك تعمل حاجه كده مثلا. تعال نقول مثلا فورم 2، احنا بس ايه بنجرب يعني عشان بس تبقى انت فاهم الموضوع. هنقول هنا نيو فورم جروب، اوكي، حتى هتستخدم تايب اسمه ريكورد، وتحط فيه زي ما هو عامل كده بالظبط. تمام عادي جدا. طب يعني ايه ريكورد دي؟ لو وقفت على ريكورد دي هتلاقي ان هي بتقبل تو تايبس. التي ده اللي هو النوع بتاع الفاليو، والكي النوع بتاع الكي اللي انت هتدخله. يعني ايه؟ يعني هو الريكورد ده عباره عن اوبجكت بيبقى فيه كي فاليو بير، الكي بيبقى ليها داتا تايب والفاليو بيبقى ليها داتا تايب. اوكي، فاحنا هنا بنحدد له بنقول له الريكورد هيبقى او الكي هيبقى نوعه سترينج، والفاليو بتاعته هتبقى عباره عن فورم كنترول من نوع سترينج. لو جيت وقفت على الفورم 2 هتلاقيها ايه زي ما احنا قايلين كده. يعني مثلا تعال نبدل هنا 2، هتلاقي هنا هو هنا ضرب ايرور ليه. خلينا نبص بصه سريعه. المشكله هنا هتبقى عشان هنا اورنال، او ان انا اسيبها عادي جدا زي ما هي كده، وهحاول ان انا اخلي هنا ايه nullable true مثلا. في الحاله دي انت بتضيف عادي جدا زي ما انت عايز اي فورم كنترول باي اسم زي ما انت عايز، بس يكون من نوع سترينج برضو. لو انت جيت كتبت هنا مثلا اي حاجه تانية غير سترينج هيدي لك ايرور مش هيقبلها. تمام، لانك انت محدد فوق ان هي سترينج. بس عندك هنا مشكله صغيره، لو جيت تعمل ريموف، لو انا جيت هنا اشتغلت على الفورم 2 وحبيت اعمل ريموف مثلا للنيم، مش هيدينا حاجه، ما هيديك ايرور. طب الحل ايه؟ فقالوا طب خلاص بما ان احنا عايزين حاجه تخلينا نضيف فورم كنترولز او نشيل فورم كنترولز اساميها مش شرط نبقى عارفينها مسبقا. تمام، فقال لك خلاص احنا هنعمل لكم حاجه اسمها ايه فورم ريكورد. تعالى نشيل دي كده، نكتب فورم ريكورد عادي جدا، بس هتحط فيها ايه فورم كنترول. هتحدد بس فيها فورم كنترول، لان طبيعي جدا اسم البروبرتي في الاوبجكت دايما هيبقى، او في الغالب بيبقى سترينج. هنكتب هنا ايه سترينج مثلا اور نال. تمام، وهنيجي نعمل هنا كده اوكي، وهنيجي نحط اوبجكت كده عادي جدا زي ايه الفورم جروب. وزي ما انت شايف هو كده شال الايرور اللي على تحت اللي في الريموف. اوكي في الحاله دي انت تقدر تعمل اد وريموف زي ما انت عايز، بس انت خسرت نقطه مهمه جدا، وهي انك انت لو جيت عملت دوت كنترولز دوت مش هيجيب لك اي مقترحات، ان هو اصلا مش عارف اسامي الفورم اللي جوه. يعني انت حتى لو جيت هنا كتبت مثلا تعالى نحط هنا برضو وليكن نيم نيو فورم كنترول، اوكي، هل هو هيجيبها لي هنا؟
مفيش مقترحات. تمام. حتى لو جيت عملت هنا في الفاليو دوت مش هتلاقي مقترحات. طب ما هو كده بقى التايب ازاي؟ معلش يعني هو الفورم ريكورد خدمنا في التايب في ايه؟ هو خدمك في حاجه واحده بس. انت لو جيت عملت this دوت form 2 دوت value changes هنا، جيت عملت سبسكرايب، هتلاقي ان الفاليو دي هي اللي ليها تايب عباره عن string or null. دي الحاجه الوحيده اللي هتبقى بالنسبه لك تايبد مع استخدام الفورم ريكورد. طيب في الحاله دي تقدر تقول ايه بقى؟ ان الفورم ريكورد هي ميكس ما بين الفورم جروبس ما بين الفورم اري. يعني انت بص كده على دي وعلى دي في الفورم اري، هتلاقي الاثنين يعتبروا ايه؟ واحد. طب ايه وجه التشابه ما بين الفورم ريكورد والفورم اري والفورم جروب عامه؟ في الفورم ريكورد انت الفورم كنترولز عندك عباره عن بروبرتي وفاليو. البروبرتي عادي جدا، والفاليو اللي هي النيو فورم كنترول واللي احنا شفناه من شويه. تمام. طيب مع اختلاف ان الفورم ريكورد كل الكنترولز اللي فيها هتبقى من نفس التايب. ودي زي مين؟ زي الفورم اري، لان انت الفورم اري بتضيف فيها نفس الفورم جروب او نفس الفورم ريكورد بنفس التايب عادي جدا. تمام. مع اختلاف ان اسم الفورم كنترول في الفورم اري هو الاندكس نفسه، اما بالنسبه في الفورم ريكورد هو سترينج عادي جدا انت بتحطه. ده وجه شبه ما بين الفورم ريكورد والفورم اري. طيب ايه بقى حكايه الفاليو تشينجز دي؟ لو انا ما حكيتهاش قبل كده، الفاليو تشينجز دي كل الفكره ان انت عامله زي، او دي حاجه اسمها اوبزرفبل. اوبزرفبل يعني ايه؟ يعني قابل للمشاهده. تمام. بيحتاج ايه بقى قابل الاوبزرفبل ده؟ او الحاجه القابله للمشاهده ايه؟ محتاجه مشاهد، اوبزرفر. فالاوبزرفر ده بيعمل ايه؟ بيعمل سبسكرايب عادي جدا، نفس فكره قناه اليوتيوب والسبسكرايب وكده. كل الفكره ان انت هنا اي تعديل بيتم في الفورم حتى لو صغير خالص بيحصل اكسكيوشن للفانكشن اللي جوه دي. تمام. فانت بتشوف الفاليو بتعمل فيها اللي انت عايزه، وات ايفر هي ايه مثلا، وات ايفر انت عايز تعمل ايه يعني. طيب في بقى ملحوظه ثانيه عايز اقولها لك. لو انا جيت هنا وقفت على الفورم دوت فاليو، تمام، جيت وقفت عليها بالماوس، هلاقي هنا كاتب لك ان التايب بتاعها اوكي مظبوط عادي جدا مفيش مشكله، بس هو حاطط لك كلمه بارشل. هو ليه هنا حاطط بارشل؟ يعني ايه بارشل اساسا؟ بارشل معناها ان اي واحد من دول ممكن ما يبقاش موجود عادي جدا. سواء ما ممكن تلاقي الفاليو بس من غير سكيلز ما ينفع، طب فاليو بس من غير نيم اساسا ينفع. طب ازاي؟ فاكر الفيديو اللي فات لما احنا قلنا ان انت لو عملت ديسيبل لاي كنترول فيهم مش هتلاقيها موجوده في الفاليو اساسا؟ فبالتالي عشان خاطر الموقف ده، او عشان خاطر لو انت عملت ديسيبل لاي واحد فيهم، فعامل لك ان التايب بتاع الفاليو بارشل. لكن لو جيت عملت جيت رو فاليو، تمام، وجيت وقفت عليها بالماوس، هتلاقي ايه؟ مفيش البارشل. هتلاقي مديك التايب عادي جدا زي ما احنا اتفقنا ان الجيت رو فاليو يديك الفاليو كلها على بعضها حتى لو كنترول ديسيبل، وبرده في نفس الوقت هتلاقيها برده مديلك ايه؟ المقترحات عادي جدا. طيب فاضل حاجتين. فاضل نعرف حكايه النالبل والنون نالبل والفورم بيلدر ايه وضعه في الليله دي، ونعرف ازاي اصلا بنعمل ديزاين للفورم ريكورد، او بنستخدم فورم ريكورد عشان نعمل ديزاين في الفورم او في الاتش تي ام ال. تعال نشوف اول حكايه الفورم بيلدر. بالنسبه للفورم بيلدر عادي جدا، انت ممكن هتشيل هنا كده ايه this دوت فورم بيلدر دوت جروب عادي جدا، وهتلاقي الفورم عندك عادي جدا مفيش مشكله، زي الفورم جروب، ما عندناش اي مشكله. مع اختلاف ايه بقى؟ انت لو عايز تستخدم داتا تايب وجيت هنا مثلا عملت كده، هتلاقي ده موجود عادي جدا مفيش مشكله. ماشي. هنا هنيجي برضه نعمل نفس الكلام هنا فورم جروب، اوكي، عادي جدا. تمام. لكن لو حبيت تستخدم داتا تايب زي كده معاها، هتلاقيها ضرب لك ايرور. ليه؟ اصل هنا الايميل ده انت عامله كانه سترينج، فانت هتضطر انك انت تيجي تعمل، هتشيل دي كده، او اري اوف سترينج يعني، هتيجي تشيل تعمل كده هنا كده. اوكي. شال الايرور من على الايميل اهو. تمام. تعالى بقى نحطها هنا. اوكي. مش لازم نحطها في الباقيين، انك انت لما تحطها في الباقيين هتضرب معاك ايرور تحت. تمام. وحتى لو حاولت تبدل فيها الفورم جروب الداخليه بتعمل مشاكل في التايب. تمام. فكده اوكي بالنسبه لها. التايب بتاعها شغال تماما. لو جيت وقفت هنا هتلاقي ايه؟ التايب بتاعك شغال عادي جدا وما عندناش اي مشكله. اوكي. بس هو عامه انت مش محتاج في الفورم بيلدر تعمل الكلام ده، عادي جدا هتبقى كده كده هو قاري
التايب بشكل ممتاز، ما فيهوش اي مشاكل. بس ملحوظه تانية، تعالى مثلا نحط هنا، هنحط هنا التايب، هنرجع التايب تاني بتاع اليوزر فورم جروب. ولو انا جيت وانت حاطط التايب بالطريقه دي وعملت هنا validators دوت مثلا required، هيدي لك ايرور. ليه؟ لان التايب مش متوافق. طب بتحلها ازاي؟ لازم تيجي تعمل كده هنا، لازم تيجي تعمل هنا كده تكتب هنا string or validator او validation errors. الحاله دي هتبقى بالنسبه لك اوكي، تمام، لانك انت دي بالنسبه له array فيها يعني قيمتين مختلفين، في عندك string او validation errors. حتى لو حطيتها في array هتبقى عادي جدا، ما عندكش مشاكل، تمام. طيب بس هو عاده مع الفورم بيلدر مش محتاج تعمل تحدد طيب ولا اي حاجه، تمام. طيب نيجي بقى لموضوع النالبل والنون نالبل. لو انا جيت وقفت هنا بالماوس هلاقي كل محطوط عليه نل. طب انا لو عايز الغي النل هنا هعمل ايه؟ ممكن تيجي تقول لي ما عادي جدا، ما انا ممكن اعمل كده نالبل ترو. اقول لك لا، لو انت جيت وقفت بالماوس شوف هيقول لك الستريت عباره عن ايه، عباره عن سترينج اور اوبجكت من النوع نالبل، او يعني اوبجكت في نالبل بوليان او نل برضه. فانت مش هو ده الحل. طب امال الحل ايه بقى؟ الحل ان انت ممكن تستعمل حاجه هنا اسمها نون نالبل. لو جيت وقفت هنا هتلاقي شال لك ايه؟ النل من العلامه دي. طب ما شالش من النل من دي ليه؟ لانك انت برضه دي لازم تعملها دوت ناربل. طب انا كده هفضل بقى لو انا عندي مثلا فورم معقده وجواها اكتر من فورم جروب هقعد اعمل كده في كل ده؟ فقال لك لا يا سيدي مفيش مشكله، تعال نشيل دي خالص، تمام، وهنريحك خالص وهنعمل لك حاجه اسمها ايه؟ نون نالبل فورم بيلدر. في الحاله دي لو جيت وقفت بالماوس هتلاقي هنا ايه؟ كله عادي جدا، مفيش فيه نل خالص. طيب تعال بقى نشوف فكره النالبل والنون نالبل ونشوف ايه تاثيرها على الموضوع ده. لو انا جيت كتبت اي حاجه هنا مثلا، انا طبعا مش عامل باقي الفورم فمش مشكله دلوقتي يعني. تعالى لو جيت دوست على ريست نشوف ايه اللي هيحصل. هحولها لك ايه؟ سترينج فاضيه، تمام. طيب تعالى مثلا هقول هخليها مثلا وليكن احط مثلا 2، هخليها عباره عن نمبر، وهاجي اعمل مثلا ادخل اي حاجه، اوكي، وهعمل ريست هيخليها لك على ايه؟ على 2. يبقى النون نالبل لما تيجي تعمل ريست هيخليها لك ايه؟ دايما على الديفولت فاليو اللي انت محددها هنا، تمام. اما لو رجعنا للنالبل فورم بندر مثلا عادي، تمام، وجيت انا هنا هعمل ريست هيحط لك عليها ايه؟ نل. خد بالك من النقطه دي، يعني النل نالبل والنالبل تفرق معانا في الريست. لو انت عايز دايما لما تعمل ريست الفورم تبقى محطوطه بس، او يبقى عندك الديفولت فاليو، استخدم النون نالبل. لو انت عايز عادي كل او الديفولت فاليو بتاعتك تبقى نل فاستخدم ايه؟ النالبل وريح دماغك. طيب نيجي بقى للفورم ريكورد. ازاي انا هعرض الفورم ريكورد عندي هنا؟ اوكي، تعالى مثلا نشوف عندي هنا الفورم دي، الفورم 2، هستخدم الفورم 2 هنا، فورم 2، اوكي. كل الفكره هنا ان انت عايز انك تعمل لوب على البروبرتيز اللي في الفورم ريكورد. فهتعمل ده ازاي؟ هتيجي هنا هتعمل جيت مثلا فورم كيز، اوكي، وهتعمل هتقول ريتيرن اوبجكت، اوكي، بس هتبقى هنا للفورم 2 وهتبقى كنترولز، تمام. وهتيجي هنا هنا مثلا على الديف ده هنيجي نعمل فور لوب، هنعمل مثلا key of keys، ماشي. وتعالى نعمل هنا مثلا التراك، تراك ممكن تخليه بالكي، سوري انا كاتب تي، هخليها كي، اوكي. وهنعمل كده هنا كده عندي حاجة، هنا تراك دي غلط، تراك، اوكي. هنا دي اسمها جيت كيز، تمام. هناخد ده كده جوه، تمام. هنيجي هنا على ده هتبقى فورم كنترول، هي عبارة عن الكي، اوكي. ممكن تحط البيس هولدر كي زي ما انت عايز، مش مشكلة. مفترض تخليه كده عشان تبقى هنا مثلا نيم وات ايفر يعني، اوكي. هفترض ان انت عايز تضيف مثلا كنترول جديد. تعالى مثلا نعمل حاجة زي بوتون هنا،
اوكي، وهنعمل مثلا اون كليك، هنعمل اد كنترول، هنعمل هنا اد كنترول مثلا، تعال نقول مثلا اد كنترول، وتعالى هنا بقى نعمل الاد كنترول برضو. تمام، عادي جدا. وهنيجي نعمل this dot form to dot مثلا add control. تعال مثلا نقول له هنا، نقول للكوبايلوت اعمل لي generate random generate random or نقول هنا مثلا generate random text مثلا. دي فكرة حلوة برضو، ما عندناش مشكلة. هي بس الفكرة أنا بوريك ازاي هيشتغل معاك الاد كنترول. زي ما انت شايف كنترول 2 كنترول 3 كنترول 4 شغال عادي جدا، ما عندناش مشكلة. ممكن لو انت عايز تعمل ريموف، هنعمل واحدة ريموف. هتيجي هنا تعمل ريموف كنترول. تمام، بس هنا هتحتاج تبعت الكي، ده لازم عشان احنا هنعمل ريموف بالكي. وهنيجي هنا اوكي من نوع string، وهنيجي هنا هنقول له remove control name. تمام. احنا هنا ده حطيناه غلط، المفترض نحطه هنا مع جوه الفور لوب عشان يبقى مع كل كنترول الزرار بتاعه. تمام. لو انت جيت دوست هنا اد عايز تعمل ريموف مفيش مشكله. هي هتبقى شبه الى حد ما الفورم اري، بس هي بتشتغل كفورم جروب. تمام كده. هتقولي طب ما احنا ممكن نعمل ده اصلا في الفورم جروب، يعني هو انا ممكن ما اعملش حركه زي حكايه الفورم كيز ديت في الفورم جروب العاديه؟ ينفع عادي جدا. انت ممكن تعمل اسمه ده كومبوننت جينيريك، تديله config اوبجكت فيه مواصفات الفورم، وانت جوه الكنترول او جوه الكومبوننت ده تخليه يعمل لك الديزاين الفورم جروب زي ما انت عايز. تمام. ممكن تعمل فيه الاوبشن انك تعمل ريموف واد زي ما انت عايز برضه عادي جدا. تمام. بس عامة لو انت عايز مثلا تضيف اي كنترولز باي اسم باي تايب زي ما انت عايز، يبقى ترجع لقديمه في الانتايبد فورمز. ده الاوبشن الوحيد اللي عندك، مفيش اوبشن تاني. كده انت بقى فهمت يعني ايه تايبد وانتايبد فورمز، فهمت يعني ايه فورم ريكورد، فهمت ازاي تستخدم الفورم ريكورد. تمام، بطريقه شبه الفورم اري. تمام كده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا، ولو عندك اي سؤال ابعت لنا ما تترددش، وشكرا جزيلا للاستماع.